هلا والله معاكم ده امبارح وانا قاعد بامان الله شفت اخوي راسل لي حساب بنت رسامه محجبه. طيب وين المشكله يا داي؟ البنت محجبه ومسلمه وبتحب ترسم، الله على الايمان، ما في احلى من هيك. بس بعد ما دققت شوي اكثر بالحساب شفت انه بتدعم الالوان. كيف بنت مسلمه ومحجبه بتدعم الشواذ؟ هل صار في دين جديد او مله جديده ما لنا درانين عنها ولا كيف؟ متخيلين معي انتم بنت مسلمه لا وباين عليها انه ملتزمه، يعني محجبه وملتزمه بالدين، بس بنفس الوقت بتدعم الشواذ. حرفيا الى اين نحن متجهون يا كوكب الارض؟ قبل ما تكمل المقطع حابب اطلب منك طلب بسيط، بدي منكم تشتركوا بالقناه لو ماكم مشتركين، خلينا نوصل 10000 مشترك باسرع وقت. بدي منكم تكتبوا اي تعليق بدكم اياه، لانه حرفيا التعليقات بتساعد المقطع انه ينتشر اكثر واكثر، ولو كانت بالانجليزي بيكون احسنين، وطبعا بكل تاكيد اللايك كمان. خلاص يا عدي لا تكون طماع يا حمار. المهم خلونا نبدأ. موضوع اليوم نفس ما شفتوا موضوع كتير غريب، مستحيل حدا يتخيل الشيء اللي انا شفته على النت. يعني حرفيا بعد ما شفت هذا الشيء خطر على بالي سؤال واحد، كيف مسلمه وبتدعم الالوان؟ انا حرفيا مخي صابه ايرور من الشيء اللي شفته. وبعدين اخوي الله يصلحه ما قدرت ترسل لي هذا الحساب غير برمضان. في رمضان استغفر الله العظيم. خلونا اول شيء نتفق انه الشيء عادي تدخل وتشوف حسابات لبنات رسامين وبنفس الوقت بيدعموا الالوان، تمام، وخصوصا اجانب، بس انها تكون مسلمه فهذا الشيء صراحه ابدا ما بيطمن. بس طبعا الشيء الوحيد اللي بيطمن بالموضوع انه هاي البنت مو عربيه، والحمد لله انها ما لها عربيه. بصراحه بعد ما عرفت هاي المعلومه صرت شبه متاكد انه هاي خطه لتخريب سمعه المسلمين، بدهم يخربوا سمعتنا ويشوفوا صورتنا ويغسلوا دماغ الناس اللي ايمانها ضعيف. بس انا عندي سؤال لهاي البنت بصراحه، انت ديانه اهلك ايه؟ انا مش فاهم، يعني حدد موقفك بالله، هل انت معانا ولا انت معاهم ولا انت ضدنا ولا انت مع مين؟ في عندي تحليل واللي هو انه هاي البنت عايشه بالغرب، واللي عايش بالغرب وبرا بيعرف انه هاي الافكار حرفيا بيشربوها للناس شرب، يعني شيء طبيعي وشيء بتشوف منه كثير. يعني شيء طبيعي تشوف الموضوع عادي وتكون ما بتعرف انه حرام اساسا، خصوصا انه باين عليها لساتها صغيره بالعمر. وطبعا مشان هيك انا نزلت هذا المقطع، لانه صراحه في عدد من المتابعين محترم يعني لا يستهان فيهم، واكيد في منهم شايفين الوضع طبيعي، اكيد في من هدول المتابعين شايفين انه واو يا الانسانيه او ماي جاد. واكيد ما راح انشر حسابها لانه الهدف مو الشهره ولا شهره حسابها، لا الهدف هو التنبيه من هاي الحسابات، تنبيه الصغار انه ما يتابعوا هاي الشغلات، وبنفس الوقت تنبيه للكبار عشان يشوفوا اخواتن ولا اولادن على شو عم بيتفرجوا على النت. بس انا لسه عندي سؤال، انت باين عليك لساتك صغيره بالعمر، طيب وين اهلك؟ وين حقوق الاهل على هاي البنت؟ مستحيل يكونوا ما شافوا غرفتها اللي كلها اعلام اموال. ما بدي اسمع اي حدا عم بيحكي لي عن حقوق الانسان وحريه التعبير، تمام، لانه راح اعطيك بلوك من القناه. انا لا قدر الله واللي ان شاء الله ما بصير، لو الله ابتلاني وشفت ابني او بنتي بلشت تعمل نفس هاي الحركات، اول شيء بسويه باخذ جده لافغانستان وخلصت الامور، وبخليها تعترف ان الله حق، فاهمين كيف؟ وعندي رساله اخيره للبنت قبل ما انهي المقطع، لو انت حابه انه تدعم الشواذ عادي، نحن ايش دخلنا اساسا انت مو عربيه وما حدا عربي راح يتابعك اتوقع، بس شيلي كلمه مسلم ولا تتمثلي فينا، فاهمه كيف؟ لا تشوهي سمعتنا وبس. والله على العموم هذا كان كل شيء معنا اليوم، بتمنى يكون المقطع عجبكم، صدقوني اني مريض ومع هيك حاولت اني اقوم واسجل لكم المقطع في رمضان كمان. وبس والله بتمنى تكتب لي رايك بالتعليقات، تكتب لي تعليق جميل مثلك وتحط لايك، يعني ما راح تخسر شيء، لانه حرفيا هاي الاشياء بتساعد انه المقطع ينتشر وبتعطيه حقه من المشاهدات واللايكات، والشيء اللي بيخلي اي يوتيوبر انه يستمر. كان معكم داي، سلام. يا من أتيت فزدت حبنا، أسعدتنا وجمعت شملنا، أنت هدية من الله لنا.